المروحة أو التكييف لطفل عنده شهرين في الجو ده عادي؟ واللي قاعدين في الكويت يعملوا ايه؟ واللي قاعدين في الامارات يعملوا ايه؟ ما مشغلين التكييف ودنيتهم ماشيه. اقول لك حاجه تانية زيدك، ولو انت رحتي قريه سياحيه في السخنه ولا في الغردقه هتعملوا ايه؟ ولو راكبه قطر الصعيد والتكييف شغال فوق منك هتعملي ايه؟ ولا اي حاجه يا جماعه. عيشوا وادوا لنفسكم فرصه ان انتوا تعيشوا في راحه. بمعنى، هو انا لازما ولا بد اقعد من غير مروحه زي ما تيتا قالت؟ فاحب ارد على تيتا واحب اقول على بابا نفس الكلام، اللي هو يعني ربنا يعينه. كلمه مهمه قوي. رقم واحد، قديما كان البيوت كانت معموله من خامه غير اللي احنا قاعدين فيها دي، فكانت مهما الشمس تضرب في الحيطان ما كانتش بتبقى بالولع اللي احنا فيها. ده نبقى يعني على نور. التانية، بيوتنا اللي كانت موجوده سواء كان في بيت ستي ولا في بيت جدي، افتكر ان احنا صيف شتاء كنا بنتغطى باللحاف. ليه؟ لان الشقه صيف شتاء ساقعه بالليل. اللي بعده وده المهم قوي، هو احنا كنا في الشتاء درجه الحراره اللي هي ال 15 كنا عايشين بالعيال ازاي؟ بلاش، كنا في شهر 4 اللي كانت درجه الحراره يعني بتلعب حوالين 22، كنا عايشين ازاي؟ عادي، هيجي لابس قطعتين قطعتين وامشي والجو حواليكوا 20. اظبطي لي درجه التكييف حواليكوا 20، اوضه وصاله واوضه نوم وحمام ومطبخ، ولابس عيالك القطعتين. مفيش من الكلام ده، يبقى شغلوا التكييف على 26 وعيالكم لابس نص كم يا جماعه، والرحمه حلوه. وشغلوا التكييفات وشغلوا المراوح الا اذا كانت هتقلب هواء سخن. لو هتقلب هواء سخن بلاها خالص المراوح، وممكن نروح نقعد عند تيتا لحد ما الصيف يخلص. السلام عليكم.